طيب عايزين بعد كده نبدا نحط الخط اللي هو ده. انت شايف انت الخط الرفيع قوي 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 ده، ممكن نعمل الخط ده ازاي؟ هتقولي بسيطه والله، بدام يعني ده ممكن نعتبره ان هو كونتينر مثلا او حاجه، ونبدا ان احنا نديله اللون ده ونخلي الهاي بتاعه الارتفاع بتاعه صغير قوي. تعال كده نجرب، تعال كده نجرب نعمل الكلام ده. ممكن نيجي نعمل كونتينر هنا. الكونتينر ده مثلا ممكن نخلي الهاي بتاعه مثلا 1 يا عم، نخليه الهاي بتاعه 1 بكسل مثلا، ماشي. والويتس مثلا ممكن نخليه تعال نشيل الويتس ونبدا بعد كده ان احنا نشوف بس هيعمل ايه، وبعد كده نبدا نبصيله ويتس، تمام. وتعالى نديله كولر بقى، نديله الكولر اللي هو ده، الكولر ده. طب ناخد الكولر ده ازاي؟ تعال نروح على الموقع كده ونبدا ناخد الكولر عن طريق السيركل اللي بتدور دي. طيب هناخد الكالر كده اهو، وننزل على الديزاين بتاعنا ونبدا ان احنا نبصيله كالر كده، ونيجي نقول له 0 اكس اف اف بالشكل ده، وهبصيله الكالر بتاعي كده اهو. تعال ندوس كنترول اس ونعمل ستارت. هتلاقيه اتعمل، ولكن تحس ان هو سميك شويه. يعني ممكن نخليها مثلا الهاي ده، تخيل تلاقي ان الهاي ده اصلا دبل. يعني انا ممكن ابصيله نص هنا ولا حاجه، 0.5 اللي هو ايه، نص. تعال نعمل ريستارت. طيب هتلاقيه نص، بس تحس ان النص صغير قوي. ممكن نخليه مثلا 7 او حاجه. تعال نعمل ريستارت. 7 ده كويس قوي، 7 ده ممتاز ممتاز ممتاز. ولكن انا عايز ان انا ابعده من هنا شويه وابعده من هنا شويه. تفتكر بقى ممكن نعمل ايه؟ هتقول لي المارجن. فاكر انت المارجن والبادنج، الفيديو بتاع المارجن والبادنج، اللي انا فكره ان انا ابعد العنصر بتاعي عن العناصر اللي حواليه. فانا ممكن جوه الهاي او جوه الكونتينر ده اقصد، معلش، ممكن نبصيله مارجن ونيجي نقول له يا مارجن انا هديك ايدج انسيتس مثلا. ممكن نيجي نقول له دوت اونلي، هديله يا عم من الليفت من هنا، من الليفت من هنا هديله مثلا 20 بكسل ولا حاجه، وهديله من الرايت برضو 20 بكسل كده اهو. تعال نعمل ريستارت. طيب تعال نبص على الديزاين كده، لا تحس ان هي عايزه اكتر، انت فاهم. ممكن نخليها مثلا 50 و50 مثلا. تعال نعمل ريستارت تاني. طيب شكلها كده كويس قوي، شكلها حلو جدا 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 جدا. ولكن عايزين نبعد الخط الفونت ده عن الخط اللي تحت ده. فممكن نعمل ايه؟ هتقول لي احنا عندنا طريقتين. يا اما مثلا ندي كونتينر كده او ندي له هاي مثلا، يا اما نستخدم السايزد بوكس اللي انت قلت عليه. طيب تعالى هنا نستخدم السايزد بوكس المره دي. تعالى نيجي نقول له سايزد بوكس بالشكل ده. والسايزد بوكس ده انا هبصيله هاي مثلا، وليكن ايه مثلا، ممكن 10 او حاجه. وصيله 10 مسافه كده فاضيه 10. طيب خد المسافه اللي هي ال10 الفاضيه دي، وبالمره تعالى نحط الكولوم ده كله، تعالى نحطه في النص بتاع السكرين. طيب عايزين نحطه في النص بتاع السكرين. نعمل كده ازاي؟ هتقول لي فاكر انت الالاينمنت اللي موجوده جوه الكولوم؟ اقول لك تقول لي والله عشان نرتب او نحط العناصر اللي جوه الكولوم ده في المنتصف بتاع السكرين، كنا ممكن نستخدم المين اكسس الاينمنت اللي موجوده جوه الكولوم. يعني نيجي هنا نيجي نقول له مين اكسس الاينمنت، تمام. انا عايز اجي اقول له مين اكسس الاينمنت، انا عايز اسنتر او احط العناصر بتاعتي دي كلها في النص، تمام. تعال ندوس كنترول اس ونعمل ريستارت. هيبدا ان هو يحط لي العناصر بتاعتي دي كلها في النص. دلوقتي الخط اللي هو قدامك ده اللي انا عامله بالكونتينر ده بالشكل ده، هل في طريقه تانية ان انا اعمل بيها نفس الخط ده بدون ما استخدم الكونتينر؟ اقول لك في طريقه. في ويدجت اسمها ديفايدر، وركز بقى معايا عشان الويدجت دي حلوه قوي. في ويدجت اسمها ديفايدر، تمام. الديفايدر ده لو لاحظت هتلاقي ان هو بياخد هاي وبياخد سيكنس، مش عارفين يعني ايه، واندنت برضو، وكالر، تمام. انا هبصيله الكالر بتاع الكونتينر ده كده واشوف هيعمل ايه. طيب تعال نشيل الكونتينر ده او نعمل له كومنت دلوقتي. طيب تعال نعمل ريستارت. من غير ولا اي حاجه، من غير بقى انا ببدا ان انا ابصيله بقى مثلا ايه، هاي او ابصيله اي حاجه، هو سبحان الله اتظبط وشكله تحفه. طيب انا مش عارف الفورماتر مش شغال ليه دلوقتي، عشان في مشكله في الباب سبيك. ممكن تلاقيها عندك برضو، هنبدا نظبطها ان شاء الله، ما علينا. طيب هنيجي جوه الديفايدر ده. هو انا عايز برضو ابعده عن هنا شويه، او ابعده من هنا شويه وابعده من هنا شويه. هتقول لي سهله،
كنا بنستخدم البادنج، الويدجت بتاعه البادنج اللي اتكلمنا عنها. ممكن ان احنا نحط الديفايدر ده جوه الويدجت بتاعه البادنج، ونبدا ان احنا نبعدهم من اليمين ومن الشمال، من الرايت ومن الليفت، تمام، من الليفت ومن الرايت، تمام. طيب تعالى هنا نبدا نستخدم الويدجت بتاعه البادنج كده اهو، وهبدا ان انا ابصيله بادنج كده اهو، ايدج انسيتس مثلا دوت سيمتريك. هو كان واخد مثلا، او انا اسف، دوت ممكن نستخدم سيمتريك هنا. طب ليه سيمتريك هنا نستخدمها؟ لان انت عندك الليفت هو والرايت الاثنين واحد، الاثنين 50 و50، فاحنا ممكن نستخدم السيمتريك بدل ما نقعد نيجي نقول له دوت اونلي ليفت 50 رايت 50. ممكن نيجي نقول له ليفت اند رايت. ليفت اند رايت نقولها له ازاي؟ نقول له من الهوريزونتال، من الخط او من الايه، من الاتجاه اللي هو الاكس اكسس او من الافق، يعني انا عايزك تبصيلي 50 بس كده بالشكل ده، تمام. ونيجي هنا نبصيله تشايلد او الابن بتاع البادنج ده، نبصيله الديفايدر بتاعنا. طيب تعال نشيل الكونتينر ده، مش محتاجينه خلاص، ونعمل سيف ونعمل ريستارت. هتلاقيه ان هو خد مسافه من هنا 50 ومسافه من هنا 50، بس هي دي الطريقه الوحيده؟ يا عم لا، مفيش، دي مش الطريقه الوحيده. عندك طريقه تانية ببساطه قوي قوي قوي. ممكن تيجي جوه الديفايدر ده، تخش جواه، هتلاقي في حاجه اسمها اندنت، تمام. اندنت البعد من الايه، البدايه يعني، تمام. ممكن نخليها مثلا ايه 40، وهتلاقي في اندنت برضو، تمام، اندنت، تمام. ممكن نخليها 40 برضو بالشكل ده. وتعالى ناخد الديفايدر ده كده كله كده اهو، ونحطه مكان البادنج، خلاص تمام. تعال ندوس كنترول اس ونعمل ريستارت. هتلاقيه نفس البتاع ما اتغيرش، ونفس كل حاجه، واخد من هنا ال 40 واخد من هنا ال 40.